بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة، سنتكلم حول خطة مواجهة المرتدين ومانع الزكاة. كيف خطط الخليفة ومن معه من المسلمين في وجه من منعوا الزكاة، وفي وجه من ارتدوا عن الإسلام، وفي وجه من حاولوا الهجوم على المدينة والقضاء على الإسلام والمسلمين. سنتكلم مختصرا حول خطة أبا بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة في الدفاع عن المدينة المنورة وكذلك عن الإسلام أجمع. برايد عزيز إيرو أما بحثا خطاب عربي، خطاب كرمانجي بلان وبروجين بيجد بلانا حضرت ابو بكر كخليفه وصحابي وي كو لهمبر وان كسر تو حفتا چوی مگو وانه کو زکات انکار کرن، وانه کو انکار پیغمبر کرن علیه الصلاة والسلام. لهمبر وان انسان بلان و پروژه ابو بکر صدیق چیه و صحابی هوالی چل بکن لهمبر وانا لو رفتنا كبر مازمو يعني كما قويا مكة مدينة طائف وانا بتاني مسلمان مان وكيدي هما بيجد بري قبيلة وعشيرات هنكي دركت وهنكي درنكت. إجا بلان و بروجا وانا چبو اما انا بحثایی بکن که ابو بکر صدیق و بان صحابی الهمبر وان بلان کی چه کرن که دکاربن اسلام جارة کدی توپه هف بکن مسلمان دکاربن پیش دهرن. طبعا الأول ذكرنا في الجمعة الماضية بأنهم استطاعوا أن يدافعوا عن المدينة في وجه الهجمات الأولى للعشائر أو القبيلة من قريبة من المدينة. استطاعوا بحكمة أبا بكر رضي الله عنه لأنه كان حكيما وذكيا، وحينما أتى ورأى في وجه من الخيانة قالوا هؤلاء سيهاجموا قريبا. فالهجوم الأول استطاعوا أن يردوها، ولكن المرحلة كان يحتاج إلى عمل أطول وأكثر ودفاع على وجهات متعددة. هناك من منع الزكاة، هناك من أنكر الزكاة، هناك من أنكر النبوة، فكان يحتاج إلى تخطيط، وهؤلاء موزعون مفرقون. فأولا استطاع بأن يردهم، وهذا أعطاهم شيء من الفرصة والراحة حتى يجمعوا شملهم، وكانوا ينتظرون عودة جيش أسامة فيهم حوالي 3000 من الجنود وفيهم قادة من الجنود. ولكن استطاعوا بمن معهم من المسلمين والقريبين من المدينة أن يردوا الهجمات الأولى. هذا أولا استطاعوا أن يردوهم، وبعد ذلك تنفسوا قليلا وقاموا بخطة جميلة. سنتكلم عن هذه الخطة إن شاء الله. تشتي عولكو كرن ما قوي حفتات شوي وانيكو هات المدينة بشكيب أبو بكر خبردان لشعبه وانهابو دقو جامع ذاك المسلمان لكوي هنا الكتنان عسكري وانشقاسن. ابو بكر تماشا كر وانا نجبون خواده هاتن هاتنا كو بازاره كي بيرا بكن ظاهرا بازار تكن ظاهرا بازاره، ولكن بنيدا نه بازاره ظاهرا بازاره فقط بنيدا بيجان فهم بكن كان عسكرين قوته وان شوايه لكوهنا الكتنان. ابو بكر جي فهم كر وانا شمالن وانا نجبون خواده هاتنا. ابو بكر قال لك عصبي بانا خبر دا وازي وهابي نمسري وازي وهار تشتي جابستينم وبوستكي امبيجن بن زانت نتشتكي وشي دابا بيغمبر ازي قش وابستينم ازي وهابكم حتى صحابيه جرى تقول او خاصه عاجز ويا بخير جاب بشكي نرم بياني بشتي كتشون غبرن غزانا ور مشعبي ودرخم جوانا غوانا نات نجبونه بازار وانا هات نجبونه فهم بكن جامت كدا قوات شو ضعيفا جمارا ما تشقاسه وانا نجبوني هاتنه وانا صبت اثبتني جي اگهدار خوبن بفي حكمته هاني ابو بكر وان كوم كر دفاع مسلمانا كرن دفاع مدينه كرفانه كهاتن مسلمانا بفضل زيركتيا حضرت ابو بكر كو تخمينه شيطانيه وان كر بيا كهانه مسلمانا جواب وان داد فردا بين مسلمانا بشكي دركت هجوم عول شكاندن دشر داجي عاده قبك هجوم عولت بشكيني بينا تدرته، اما ايريش عول قباكم سرتا دهات كرنت مغلوب بي فشكي اشترى زحمته حتى تخطبك يعني لورا معنويا في مورال مروا خراد به ابي نيارته مورال وان كيف وان تدبي امزيركن وهانه لو ما ونزان بري عادات شرع عربا باش عرب وامبجان مسلمان وفارس مسلمان وروم بري الشر هيك ظلام درت الميدان بعربي جراد مبارزه ميدان دخان ظلام كجبر يكجبر قهرمان كيته دبي ورنم شر بكن
دوانه عول دا کی بسر بکتا مورال وان خوش تبو كيف وان داد وانا ديد ترسيان مثلا حرب بدر دا حضرتي حمزه وحضرتي علي وحضرتي عبيده ابو عبيده وانا دني وانا اي قارشي خشتن كيف مسلمان هات ده حرب احد دا ابيك هاتن وان داني خواري كيد هات وان داني خواري في شكلي كيف مسلمان هذا حرب بسلم لا تكشتن شهر دكن كي كشت مثلا ابي معروف كو مسلمان شنو خالد كره وليد وانا عسكري عول الروم را كشار دكرن يعني خالد ميدان جوان خواست ميدان جوان خواست كشار بكن بفي شكل يعني مورال مسلمان خوش تبو كيف واند هات اجا ابي شرع عول كهات مسلمان وان شكاند وانا رفيان بين مسلمان بشكي دركت جو حتى امداد ما يكمشاندي علي شامي لو رمضان پشتک پیغمبر وفات کرد او جراد گوتن عسکر اسامه جيش اسامه 3000 زیاده 3000 عسکری تده بون و نوان صحابه بجن کردی هم ادبین گرگر یعنی اوه مازنه که شرط جهات نیاکا خالدی کره ولید و انسان دیوانا نوان دابون اوانا که زفرین اجا پیلان تازه اوه مهم ابو بکر شکر اما بحثوی پیلان آنه بکن طبعا بعدما عاد الجيش وبعدما كسروا شوكة المهاجمين خطة أبا بكر هو هكذا الإسراع في الهجوم لا ينتظر لا قال سنهاجم عليهم هذا في الغالب في الحروب الذي يهاجم أكثر الذي يهاجم قبل غيره قبل ما يجتمع العدو يجمع كيدهم ويخطط تهاجم عليهم فتربكهم وتشتت جمعهم لا يعرفوا ماذا يفعل فأبا بكر اختار هذا الأمر قال سنهاجم لا داعي أن ننتظر لغاية ما يهاجموا أو يجمعوا شملهم أو يخططوا لنا قبل ما يتنافسوا سنهاجم عليهم هذا أول الخطة الذي قام بها أبا بكر رضي الله عنه أولا قال سنهاجم وهذا كان القرار المصيب الذي وافق عليه الصحابة وحتى هو قال أنا سأهاجم بنفسي كذلك خرج من المدينة ليهاجم فأوقفه سيدنا علي رضي الله عنه فقال أنا أقول لك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفجعنا بنفسك نحن نحتاج إليك خليك هنا إذا ذهبت وأصابك شيء لا نستطيع أن نجتمع مرة أخرى وهذا كذلك يرد على من يقول بأن علي رضي الله عنه كان يكره أبا بكر وكان بينهم العداوة فهذا يرد هذه الزعم أو هذه الفريق كما نقول أولا إذا معناه سرعة الهجوم حتى لا يجتمع ولا يتنفسوا فكان أول الخطة قال سنهاجم عليهم وجهز الجيش للهجوم پشتێکۆ سەحابیە خوکۆم کرد تشتێ عەولکۆ کردن گۆ ئەم گەرە زوو ئیریشێوان بکەن زوو بکەن ئەم نەسەکنن عادەتێکی دنیایە دەبێژە کی بەلێ جەمەل دیاربەکر و هات بن دەبێ کی بەرێ گولا زەرێ یعنی کی زوو کرد ئێ سەرکەفتی ئەوە کی تاخیر بوو ئەو تسەکنە سابقون ئەم دەبێژن یا پێغەمبەر من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل کی زوورە بەتگیجە هەدەفە خۆ أبو بكر رضي الله عنه تقول بكيفن خو أم يسرحت بكن دا كام تماشاكن شدكن ولا مالا مخرات به الصحابي رجو حال نحالك خوشه روش نباشه ام جرزو بكن فرصة ما يك امينك بسكن ما اكيد ما سما ششما سالكي او زمان متنه تازه پیغمبر وفات کری علیه الصلاة والسلام که ام کم نبن ریا خراس نکن جسارت ندن مسلمان دوره خو کار مزحمت ام چه بکن و ام در حال دست بوی خطا ایریش آخو بکن خطا ابو بكر چوبه ام انا يجوارا بيجن و اولا ام دست بکن ام ناسکنن ام بسکنن جمرا زحمته ام گره نسکنن بشکل کی زو ایریش وان انسان هانه بکن دمکی قرار وان عول قرار ایریش کرنه بو وحتى ابو بكر بخوشي خديجه راضي بقو ازج دركبم حتى دسي جارا دركت جارا داوي قو ازج بصحابيا هرم شار بكم كرن نكرن قونا هر جراز هرم اخيرا حضرت علي شوب سري حسبا يقرد قويا خليفه رسول الله قاس اذن تنادم تهاري ام ناخذ تهاري كما قوت هاري قو از چوك پیغمبر كلمه كي قوتو ابو بكر بلاكي برناي سرته ام محتا كيف ما اشترت تجمره مهمه يعني برا بلا مصيبتها چنه به امنا خوازن تب کشتی بدینن دبی تشتک پیغمبر اشترا گوتی اجی و هات بجم بر اف مصیبت نی سرته دل ما نشوتینه بس اك ندفردا تجمره لفر لازمی کت در کی میدان شر الشر دا گاوا کت هاتی کشتن هدی ام کوم نابن املت بجا والله ما خلیفه وان کشت عادت الشر دا گاوا سروک هات کشتن پشت تا دشکی هدی مثلا
دشارة إسلامي دا أبي كاتنا كرنه جانا مسلمان كاتم تنقاية حضرتي خالد نهر شارتنا دقو قالوا الصحابية آليكاريان بكن أزهرم مازن وان أزهرم قبطان وان قدوت الأب أزهرم ويان أز إيريشي بكم بفي شكل هاني ضربة كلوان دخست أو دبون مسلمان سرد كاتن شارتنا تي مازن خيانة إجا أبياجي دماكو حضرتي أبو بكر شهيد بكبه إدي مسلمان نافلتن عيني كلمات وقت حضرتي عمر داي تسع حضرتي علي جرا قو نتش جارك هذه تهاري قوازارم شهر روم فارس بكم تهاري توري كشتن قو عسكري فارس قو حتى مدينة ناسكنه إيه بيجي مسروكي وان كشت نتش لما كيفاني كنت بيجين أبو بكر وعمر نياري هفون أبو كش دروا يعني ها أبو بكر وعلي حضرتي علي تجرا قو نايل متاري وكيدي بقول تهاري توري كشتنا مش فلتن يعني وهان أبو حضرتي علي في شكل هاني خدي دركات الخطة كان هكذا سيدنا علي عفوا سيدنا أبو بكر بعدما قرر الهجوم قال لا نهاجم على جهة واحدة قسم الجيوش وزعهم فأولا حددوا القبائل الذي ارتدوا عن الإسلام ومن منع الزكاة حسب قوتهم وضعفهم فعدة جيوش حوالي عدة جيوش جيش هنا وجيش هنا وجيش هنا إذا ثاني خطة لأبا بكر الهجوم على الجميع أو القريبين دفعة واحدة لم يقول سنهاجم أولا على هذا وبعد ذلك على هذا لم يعطي فرصة للأعداء أن يجتمعوا فهاجم على الجميع دفعة واحدة هذا كذلك من ذكائه رضي الله عنه ومن توفيق الله لهم بأن هاجموا على الجميع فلم يستطيعوا أن يجمعوا شملهم ويتحدوا تحت راية واحدة وعمير واحد فكل واحد في مكان المسلمون هاجموا على الجميع فأربكوهم هذا كذلك خطة حكيمة إذا هاجمت على عدة جهات فيدل على قوتك وعلى خطتك الجميلة هذا كذلك ثاني الأمور الناجحة الذي استعملها أبو بكر رضي الله عنه الهجوم دفعة واحدة على جهات متعددة جيوش محددة هذا ثانيا تشتد دوياك أبو بكر كر أولا قوام يريش من آد دوياك قوام جاري يريش يكي ناكن عسكري خو كوم كر كان حب عسكري مهانا بيجن 5000 داي حزار تمام أبي قبيلة وبرا 500 حب جيرا هرب أبي قبيلة 1000 حب جيرا أبي عشيرانه برا 10,000 إنسان جيرا هرب جارك بلا كر وأذ جارك كده يريش توابكم جارك كده إجا كي دور كينز أو تشتكي دي حكمة فيها شبو اگر کو درس اول ما گو عجله کر عجله نکرانا او جاری ایریش یکی بکرانا وانه کج اسلام در کتنه گش کوم ببونا اوش باتانا جی کی مسلمان کار مبوان بلا ولا بون هر کس کل جی کی بو لورا دمک ام تاریخ وان تخاین جمار وان ده هر شر داش مسلمان زیاده تر بون مسلمان 1000 بن او 3000 مسلمان ده 2 بن او 6 مسلمان 5 بن او 20 هر زیاده مسلمان ابون جمار وان اگاوا کوانا تف کوم ببن او سروكك يبقى سروكي وان وإياك بشكل أنا كار بك تنكاري وكملت ما ها أنا بينجي حبنيا هركي جي كده أمنبونا يك سروكاتيكي قيادكي علمكي نافكي هدفك متنا يك لفر المدخل يك لفر المدخل يك لفر المدخل مش بلا ولا بونا أما أم كون بونا أما بسر بكتانا إجا أبو بكر زانبو أجر كوانا كون ببن بفي شكل أنا والله زحمته دجارك كده وأزي يريش تبابك دجاره كده خطك داني او تي ايريش افراتي ايريش افراتي ايريش افرا بفي شكل يعني جبن هركت جي خدا مشغول به نه عقل وان که ازهرم کلک حوالی خو ازهرم یه گروه هانه ام فردا کوم ببن في فرصت هانه ندوان ابي يجب سبب دويمين كم مسلمان سركتن سبب دويا تنايل النيار تكون ببن جاريك نا هر اك جيك دليخه كي كبره كي بابره كبره كي بابره اولا كوم نابن اد دويا ترس كبد ليوان يا بجوانا المخ ايرو ليفل مخصن صبي الفرانه جروبك الفرايه دماكي قوتها كمان برزيده هي ابجي تشتكي خوش بو بفي شكل يعني ابو بكر رضي الله عنه يريشوانكر امر ثالث ابو بكر حينما ارسل الجيوش عين المراسلين بينهم وكذلك بينهم وبين الخليفه اتصال مباشر بتعرف اليوم لو نقول غرفة عمليات كما يقال باللغة العسكرية غرفة العمليات العسكرية يعني هكذا مشترك يأتي الأخبار دائما سريعا مباشرة عين أشخاص عندهم سرعة في المشي أو في ركوب الخيل كما نقول سرعة الاتصالات وذهاب وإياب وكذلك جعل ارتباط وثيق بين جميع الجيوش والجبهات حتى يعلم
إذا احتاج جهة من الجهات إلى المساعدة يأتيه النصر من جهة أخرى مباشرة. ولكن إذا كل واحد يكون في مكان وليس له خبر عن الطرف الثاني ربما يحتاج المساعدة ولا يأتيه النصر فيضعف فيذهب. هذا كذلك خطة النجاح رضي الله عنه الذي قام بها أبا بكر. وزع الجيوش وزع بينهم، جعل بينهم اتصالات، يعرفوا الخبر أين هذا أين هذا، هذا يحتاج المساعدة، ويأتي الخبر مباشرة. دائما يأتي الأخبار باللغة العصر. هناك مثلا في العصر الجديد في تكنولوجيا يستعمل القائد يجلس في غرفة وأمامه الكاميرات أو الخرائط، الجيش الآن موجود هنا وبعد ذلك يذهب إلى هنا. بهذا الشكل حينما ننظر إلى خطة أبا بكر وإدارته للعسكر كأنه بهذا الشكل، كأن الجيوش كله أمامه، يرسل الخبر الجيش الفلاني الحق بالجهة الفلانية، الجهة الفلانية أنت تأخر هكذا. بهذه الخطة الحكيمة استطاع أن يقيم العلاقة بين جميع الجيوش ولهم علاقة ببعضهم واتصال، فمباشرة عند الحاجة يذهب لمدد الطرف الثاني. وبهذا الشكل لم يخسروا في هذه المعارك إلا مرة واحدة. القائد لم يسمع نصيحة الخليفة فهزم أولا، ولكن بعد ذلك أتاه المدد فنجحوا. إذن خطة حكيمة في الاتصالات بين الجيوش وبين قائد العام وهو أبا بكر رضي الله عنه الخليفة، وقائد آخر سنقول. تشتهد يمينك حضرة السي أبو حضرة أبو بكر كر عسكري كبلا كرد ناوا واندا بزماني أنا أمد بيجن شيء أنا زانم دقوتم بوستا مراسلة أبي خبرات بوتينا بشكل كي عجيب وظلامك سيشار حبينش حبادي حباديار كربو أبي جهاتي أبي كل حسبه خوش سياردن حسبه كدفرن تذي حسبه جهاتي هنا وانا خبره ببنو بينن. أبو بكر دائما جو وان عسكري كشونه جرا خبره وجه هبه فلان كاس لوكيه فلان كاس جرا وزانبن وجرا ون هردم جي دقه ساعات ان روبرو خبرش مرابشينن از جرا زانم ملكنه في جروب لوكيه عسكري مثلا خالد لوكيه عسكري عكرمه لوكيه ابي سعد كوريا بي وقاص كدا شي ام بيج مثال ابي علاء الحضرمي لوكيه ابي فلان كاس لوكيه استف بزانو جرا خبره مجوهبه يعني نابره واندا ديالوغ کی دا چه کرنه خبر شنو تنه حکمت ویاجی چبو جاره هد جی کی دا یاردم جکرا لازمه فقیرا چون شاشتی کی هات کرن حسابه کی کر آلیکاری لازم اویدنه جی خبره وجتنه و برکی احتیاجی ویاج آلیکاری تنبه و عسکری زیده نجی در حال جبونه بگیجه امداد ویا در حال و عین وقت دا خبرج ابو بکر رجد هاتن لگورا شرع آنا دبیجن اودا اپراسیونه اودا اپراسیون وقتی کن یا اپراسیون اوداسی خلیفت یعنی مزنی عسکر ساکنه تا خریطه پیشاوی هنه شهرانه یا تکنولوژی درون مرون هنه یا تف پیشاوان فوتوغراف هنه به شکل آنه تفلان کس هر ویالی تویده هر وکن وانه توپید لیزن یا توپا دنیای آنه هیا قاب شف وانه مزن کلی که رونشتی جوانات بیجن چه تکنیک دیرکتوری وان او بهیت عجله نکت ورده هر ارگانیزه وانده که او دوری وانده دینه یعنی اوی کبتوپت لیزن باره هف نادینن فقط شفه وانه کل در واسکنان دیا مدربی جرات بیجن او وان کنترل که ایت پیش ده هر کرد ورده هر تواکینو بکه ابو بکر جی دکو خبر گره زوج مراور ازان بم کیلو کیه کنترل کیت که و برهای ویش هف هبه بفي شكل هاني وانه اورغانيزه هف بکن. وامر اخر كان يقوم به ابو بكر رضي الله عنه جعل قائدا عاما لهذه الجيوش في ارض المعركه. القائد العام في المدينه هو ابو بكر حتى جعلوا أنشأوا مكانا خارج المدينة حتى يكون سهل التواصل بين جميع الجهات وبينهم لن يدخل في المدينة خارج المدينة بكم كيلومتر ولكن جعل قائدا عاما لجميع الجيوش في أرض المعركة وهو خالد بن وليد رضي الله عنه. عينه القائد العام للجيوش الموجودين في أرض المعركة فكان يترك أحيانا القرار له ويقول أنت تقرر اذهب إلى هنا اعمل هكذا فأنت تدير المعركة لأنك بينهم تعلم أكثر مني. هذا كذلك خطة ذكية لم يقول كل صغيرة وكبيرة عليكم أن تعودوا إلي. نعم القائد الأعلى هو أبا بكر ولكن بعده في أرض المعركة هو خالد رضي الله عنه هو الذي يباشر المعركة والجنود والأعداء الجهة الفلاني والجهة الفلاني فوكل إليه القيادة وقال أنت تدير المعركة نيابة عني وأنت تقرر
وأحيانا كان يقول إذا اجتمعت الجيش الفلاني بجيش الفلاني القائد هو الفلان، جيش الفلاني تنتظر وصول القائد الفلاني، حتى آخر مواجهة بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب القائد العام كان خالد بن الوليد، قبله كان عكرمة فأسرع بالهجوم، وإن كان قد أتاه أمر من أبا بكر بأن لا يهاجم عليه ينتظر وصول خالد إليه فهو أسرع، فبعدما هاجم ففشل رجعوا انهزموا، فانتظروا لغاية ما أتاه النصر من خالد، فخطة حكيمة بقيادة خالد رضي الله عنه فهاجموا عليهم وقضوا على هذا الملعون مسيلمة الكذاب. إذن هذا هو الخطة الثانية، كذلك تعيين قائد مباشر في أرض المعركة الذي يعلم الكثير حتى يدير جميع الجيوش. أبو بكر تشتكي دنيا الشاكر تستأوجب عاقل بو أو بخل مدينة قرار مازنة أن داوي ويدا ليقول بريا مجد دناوا وان عسكري كتشونه وشش ده جروبي كتشونه يكي سروكي قشتي جبونه وان سروكي قشتي دناوا وان هاني داجي أبي كتشارد كنها قوف ناوا وتوا داجي خالد جي سروكي وقشايه ونتف رابورك بدن خالد جي خالد قاوك أمر جهتك كرتي هاري فرا ونبي تشتي هانيش قوداري بكن يعني أبي بخوجي حكمتي وشيه جاره هي هناك تشتا أبي كد نوا شرطة باشتر دينه أبو بكر بلكي هناك تشتا نادينه بلكي هناك جارنا حسابه كيمتك شاشتك فقط أبي كد نوا شرطة أو دها باشتر دزانه وتزانبو خالد يك جوان صحابيه كو غايق پیغمبر عليه الصلاة والسلام به سيف الله المسلول پیغمبر وینا ویل دانیه یعنی گوتیه شور خدای کشاندیه خالد حضرت ابوبکر گو خالد جی سروک وان عسکری هانه سروک ناو وجی خالد آگهدار بن جوابای گره بدن گوداریای بکن و فایده وی دیتن دشر داوید کو ایریش سر مسیلم الکذاب کرن تقریبا ناو وان شر ان مازنده ان اوی بقوت مسیلم الکذابو اوی دوست پیغمبرم ظلامی گلک بون اهل یمامه بون حتى ایریش عول عکرمه ایریشی ویکر که ابوبکر جرا گوتوتی ایریش نکی حتى امدادا خالد نکی جاتت ایریش نکی تضعیف الهمبری بلا برا عسكري خالد وره عکرمه عجله کر ایریش یکر و مغلوب جیبو يعني فاجا کشیان مغلوبون مجبور صبر بکن حتى خالد هات خالد گشته که جارا قد تنظیمه که باش کرن و شركي مازن جهاد كرن يعني على بحث شدكن بحث حكمة أبو بكر الصديق كن خديجة رازي بكو يكي دنج ناوان دا قوتي سروكي ناوان تباي تباكي سروكي خو فقط سروكي وتباجي خالده بوي شكل هاني ام جهب ناكفن جارها ودوره من الإيجاب كقرار كي ورد داين أو قرار جي برا خالد بدا رضي الله عنه. طبعا في كل هذه الأمور ذكرنا المعارك والهجوم وتوزيعات الجيش، ولكن قبل الكل أبا بكر رضي الله عنه كتب رسالة ووزعها مع الجنود وعلى القبائل والعشائر دخل في الإسلام ولم يدخل في الإسلام أو خرج من الإسلام حتى يقرأوا عليهم رسالة أبا بكر، ويمكن تقريبا نقول هذه الرسالة مختصر أحكام الإسلام، بأن الرسول قد انتقل إلى رفيق الأعلى، قد مات، الإسلام قد كمل، الذي يقول الإسلام مرتبط بالرسول فهو غلطان، إذا مات الرسول الإسلام لا يموت. مثل هذه الأمور حدد وبين، وكذلك أزال الشبهات عن الذين يقول ندفع الزكاة ما ندفع الزكاة. قال الزكاة ليس مرتبطا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حق من حقوق الله فرضه عليكم، لا تقولوا إذا النبي توفي ما نعطي الزكاة. فرد الشبهات وبين لهم الأحكام حتى يعودوا إلى رشدهم. أي مختصر الأمر أبا بكر لم يهاجم عليهم بدون ما يعطيهم الخبر ويدعوهم وينصحهم ويرشدهم، لا، بين لهم الإسلام وأحكامه، مكانة الرسول في الإسلام، وكذلك ما علينا أن نقوم به، بين لهم حتى يكونوا على بصيرة، حتى يفهموا، والذي قد خدع بأمر من الأمور حتى يعود إليه رشده وفهمه. فبهذا الشكل أرسل الرسائل وقرأ عليهم، وحتى كان يقول قبل المعركة اقرأوا الأذان أو أذنوا بين الجيوش المسلمين، فإذا سمعتم الأذان في المقابل فاعلموا بأنهم مسلمون لا تهاجموا عليهم. بهذا الشكل حتى لا يحصل مشكلة أو يقتل أحد وهو بريء، أعطى الخبر للجميع، فدلهم على عظمة الإسلام ونعمة الإسلام، وكذلك
على ما عليهم أن يقوموا به. بهذا الشكل نرى بأن أبا بكر رضي الله عنه جمع بين الاثنين، الهجوم السياسي والهجوم العسكري. بهذا الشكل نجح هجومه وصده لهؤلاء الذين حاولوا أن يقضوا على الإسلام. حضرت أبو بكر جعالي عسكري دوانا تفكر تشتكي تيجي كر مكتوب نفسان مكتوبة كي عسكري خراشان جوهرن لكل هرجي بلاكن بخينن جملات راج جو في مكتوبة من سرملات بخينن جوانا جو إسلام چیه جیه پیغمبر چی بو وفاتا پیغمبر فرض و تشتی خودش مرا گوتیه جیه زکات چیه کس که نکاره بجز پیغمبر وان تشتا گوهر بخينن انسان که خاطبه خاپاندن انسان که حیله عاطبه کرن یکی جاهل و نزان هبه برا عقلی ورا سری گنانه برا ملت شاش نبه یعنی به وی شکل حضرت ابوبکر نصیحت کم مازن لوان کر حقیقت اسلام جوان گو یعنی اوه که گوتن ام زکات نادن گو مشاشن اوه که گوتن زکات نفرض جواب واندا اوه گوتن پیغمبر کی دیات جواب ویدا به وی شکل یعنی هم ایریشکا سیاسی کر نصیحت لوان کر درس کی داوان و عین وقت داجی ایریشک عسکری به هر دوالیا هنک انسان مکتوب هات خواندن عقل اون هات سری وان توبه کردن پشمان بون هنکاشی گولا سروک ما گوته چه ما سروک خود کن حتی دقا داویج امهرن به شکل انه بده آلیا ده ابو بکر رضی الله عنه شر کر ایریش کر نصیحت لوان کر و قال لك هاتن ایمان این که هاتن کشتن بخوازن نخوازن عموما پشتیوان شر داوی مسلمان هدی منطقه کو اسلام تدا بلا بو جارك دي كون بون يكيتي كي نوا عنده تشيبو نوا كان مهادا. وأخيرا مقدمة للدرس القادم إن شاء الله في معركة يمامة قتل عدد كبير من حفظة القرآن الكريم. فبعدما قتل عدد كبير من حفاظ القرآن ومن بينهم سالم مولى أبا حذيفة حتى يقال بأن بعض الصحابة قالوا يا سالم نخاف أن نؤتى من قبلك أنت ضعيف قال بئس حامل القرآن إذا هاجموا عليكم من جهة إذن أنا بئس حامل القرآن لست هكذا لا تظنوا. فحينما قتل استشهد عدد كبير منهم الصحابة قالوا سيدنا عمر عموما بداية منه قال علينا أن نكتب القرآن مرة أخرى من جديد كثير من الحفظة استشهدوا نخاف أن يحصل خلل في حفظنا للقرآن. فالجمعة القادمة سنتكلم عن هذا إن شاء الله. تشتكي داوي أجوارا بيجن بشارة داوي دا إيه يمامي دا جمارك زيدا جوانك القرآن حافظا شهيد كتن حافظ القرآن او يجب دسبيكا چه كمسلمان جارا قديب فرمان دولته رسمي قرآن بنفسنا امي بحثا يمكن حفتاتي حتى يك جوانجي سالم بو سالم يك هجرته حبشي جكر هجرته ويك ابيكو ابو حذيفه تقول لا من سالم صحابي كي خوش قرآن تخوان حتى دمك دشار دا شروانك ما ظننا شروان ملت جراد به سالم ام دترسن دفردا ملت ایریش مبکه ها دبی اگر کم ملت دفردا ایریش مبکه نت ظلامکی ما ظلامکی خرابكم قرآن حفظ كده چوا دمك از نلاقي قرآن ما يعني كو از لاقي قرآن بمكس كده دفردا نكار ایریش مبکه بوی شکل يعني درس وان دبی بئس حامل القرآن اذا دبی خراب كس اوكو يعني از خراب انسانك خرابكم قرآن حفظ كده وضعيف بكبم دفردا ایریش مبكنا والله بتشتي انا چنابه شهيد كبد ودا شان حب صحابه دودا شهيد كيفن يك جوان اسامه ومازني ويجي نبي ابو حذيفه هر دو هفرا شهيد كيفن بو دسبيكا كم مسلمان بيجن جارا قدي قرآن بيروز بنفسنا ام يجي حفتاتي بحث نفسنا قرآن يمكن ان شاء الله. الى ان نلتقي في الجمعه القادمه ابقوا في حفظ الله ورعايته ومع السيره النبويه ومع التاريخ الاسلامي ونرجو ان تقرأوا التاريخ حتى نعرف تاريخنا حتى حفتاتي بن حفظ ترى خدي دابن هنكيش تاريخ اسلام شخاب خوين او تاريخ راست اب دروحي لنا خوين برا زانبونا اسلامي دعقله وذهب ربي علامه توفيقه ما وتبدا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.